الهجرة السرية وقوارب الموت هو آخر حل كيشوفو الشباب المغربي باش يوصل للضفة الغربية ويحقق الفردوس الأوروبي والعيش الكريم. بعد فاجعة أكادير وفقدان 51 شاب وشابة بسبب زودياك اللي غرقات كانت متجهة لجزر كناري، أصبح هذا العدد من عداد المفقودين ضحايا الهجرة السرية، وتعتبرت من أكبر المآسي في مدينة أكادير. جينا على ود وليداتنا مختفين من نهار 10 في شهر 6، خرجوا من اكادير داهم الحراق، تحيدوا لهم التليفونات في وقت واحد، مازالوا ما قالوش لينا بسلامه، ما بقينا عرفنا اشنو اخبارهم لحد الان، ما خليناش من باب دقينا، كاع البيبان دقيناهم، كاع الكوميساريات مشينا ليهم. نفس الكارثه المأساويه تعاودات، ولكن هذه المره في جهه قلميم ودنون. ففي ليله الخميس الماضي وبالضبط صباح يوم الجمعه انطلقت زودياك في اتجاه جزر الكناري، وكان فيها 45 شخص، من بينهم 5 نساء وجوج قاصرين وما تبقى شباب. فبعد دقائق قليله من الانطلاق ديالهم غرقات بهم الزودياك وخرج البحر 25 شخص، جوج تهامده ميتين للاسف، ونجاو منهم 10 وتم فقدان 10 ديال الاشخاص الى حد الساعه. الدراري بحال الدراري تقلبش بين الزودياك، يا الدراري يا الدراري واش بان لكم حاجه انا مع الضباب التليفون يدخل لي الماء، الله يرحمهم ويوسع عليهم ساخن الناس. وعلى حسب لسان احد الناجين من هذا الموت المحقق، قال باللي السبب الرئيسي وراء ديال هذا الانقلاب في وقت قصير بعد ما دخلوا البحر تغير الجو ديال البحر، كبر العلو ديال الموجات ديال البحر، ومقدروش يتحكموا في التوازن ديال الزودياك ولا في التوازن ديالهم، انقلبات بهم بسرعه قليله وفي وقت قصير بعد الانطلاق ديالهم من الشاطئ. وحسب مصدر موثوق اكد نفس الشخص على ان الناس اللي نجاو من بينهم هو خداو مسافه طويله، ضربوا على رجليهم باش يوصلوا الطريق اللي تقدر توصلهم مدينه قلميم، وفي الطريق ديالهم تصادفوا مع رجال القوات المسلحه اللي شدوهم وداهم للدرك الملكي بدورهم، اللي خداو الاقوال ديالهم وحكاو لهم القصه الكامله وراء هذه الهجره السريه والتخطيط ليها، وكيفاش تتقلب بهم هذا القارب هذا، وشكون اللي كان معاهم والعدد الافراد اللي كان معاهم. للاسف كانت هذه فاجعه من الفاجعات ديال جهه قلميم ودنون، والمأساة اللي لحد الساعه كتكرر شهريا وكل سنه. وللاشاره فقط، فجهه قلميم ودنون ماشي هذه اخر حادثه او اخر فاجعه في هذه القضيه او في هذه الهجره السريه. خوت، هذه نهايه الفيديو ديال اليوم، فيديو اللي مأساوي صراحه. الله يرحم الجميع والله يرحم اللي ماتوا. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.